لو انت موبايلك لسه مسروق حالا الفيديو دوت مش ليك. دي رساله مهمه عشان لو في حد لسه موبايله مسروق حالا وجاي على اساس اللي انا اقول له ازاي يرجعه، فالفيديو دوت مش ليه. لكن لو انت موبايلك اتسرق قبل كده فانت بنسبه كبيره عايز تحمي موبايلك الجديد من اللي هو ما يتسرقش تاني، او لو انت عايز تامن موبايلك عامه من السرقه فالفيديو دوت ليك جدا. صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. وحشتني الجمله دي بصراحه. كلنا بنتعرض للسرقه وفي كتير قوي مننا موبايلاتهم اتسرقت قبل كده. انا واحد من الناس ديت، موبايلي اتسرق قبل كده وكان احساس وحش جدا. ولكن الاهم من اللي فات اللي جاي احنا ازاي نامن موبايلاتنا من اللي هي تتسرق، خصوصا اليومين دول، لاني بجد مش عارف في ايه بس في موبايلات كتير قوي بتتسرق من ناس اصحابي وناس اعرفهم. كل شويه اسمع ان حد موبايله اتسرق، فواضح ان الموضوع منتشر جدا اليومين دول. فانا النهارده جايب لك 7 طرق هتحمي موبايلك من اللي هو يتسرق بنسبه 99%. هتقول لي انت جبت النسبه ديت منين؟ هقول لك جدعانه مني. بس انا قعدت عملت سيناريو لكل الطرق اللي الموبايلات بتتسرق بيها، وحللت كده طرق السرقه وكلهم كانوا بيروحوا لنتائج معينه. دلوقتي اي حرامي لما يسرق اي موبايل بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يشيل الخط، بيحاول يقفل الموبايل، يعمل وضع الطيران، بيحاول يفتح الموبايل بباسورد، بيحاول يروح مكان بعيد عشان محدش يعرف يجيبه، بيحاول يبيع الموبايل. الحاجات دي كلها هنغطيها في 7 خطوات ونخليك تجيب صوره الحرامي وتحمي خطك وتحمي موبايلك وكل حاجه. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل لنا سبسكرايب في القناه عشان كل يوم جمعه بينزل فيديو جديد اروش من اللي قبله. وحابب اقول ان الفيديو دوت بيركز على الموبايلات الاندرويد، مع ان انا اصلا معايا ايفون واعرف طرق كتير جدا للايفون. لو في اكتر من 10 كومنتات بيقولوا لي على الفيديو دوت اللي انا اعمل فيديو ازاي تحمي موبايلك الايفون من السرقه، هعمله. جاهزين؟ يلا بينا. اول خطوه بالنسبه لي هي اهم خطوه. سيبك من الموبايل كله، احنا هنظبطه هنقفله هنظبط فيه كل حاجه. الحاجه الوحيده اللي احنا مهما عملنا ملناش تحكم فيها هو الخط بتاعك اللي في موبايلك. درج الشريحه نفسه احنا ما نقدرش نتحكم ان مفيش حد يفتحه. فاول حاجه محتاجين نعملها اللي احنا نامن الخط بتاعنا، وده عن طريق اللي احنا نعمل باسورد منفصل للخط. هو اوبشن معروف ولكن في ناس كتير جدا مش عاملاه. الباسورد بتاع الخط ده مهم جدا، لان هو لو شال الشريحه من الخط بتاعك وحطه في اي خط تاني، هو مش بس معاه رقمك، لا هو معاه ايميلاتك، معاه الاكونتات بتاعت البنك بتاعتك، لان كل حاجه دلوقتي بقت مربوطه بالخط بتاعك. ولو هو حرامي يعينه على الموبايل بس فدي نقطه، لكن لو هو حرامي يعينه على الاكونتات بتاعتك وحساباتك اللي في البنك فديت نقطه تانية خالص. فانت لازم تامن رقم التليفون بتاعك. روح على السيتنجز واكتب في السيرش سيم بن وابدا اعمل باسورد للخط بتاعك. لو انت لقيت ان انت اصلا عامل باسورد بنسبه كبيره هيبقى 4 اصفار، غيره وحط باسورد قوي. وبكده لو الحرامي شال الخط بتاعك من موبايلك وحطه في اي موبايل تاني، الخط مش هيشتغل غير لما يكتب الباسورد دوت. ولو كتبه غلط اكتر من 3 مرات الخط تلقائي بيتقفل من شركه الاتصالات ولازم تروح انت عشان تجدده. فدي لوحدها نقطه قويه جدا، ان مفيش اي حد هيقدر يوصل للرقم بتاعك. حتى لو انت نسيت الباسورد بتاع الخط مش هتعرف تجدده غير لما انت بنفسك تروح لشركه الاتصالات اللي انت تابع ليها. كده الخط اللي موجود في موبايلك مع الحرامي هو مش هيقدر يستفيد بيه باي طريقه. تاني حاجه اللي هيسرق الموبايل هيحاول يعملها اللي هو يقفل الواي فاي او يقفل الداتا او يشغل الايروبلان مود او وضع الطيران. فاحنا هنا محتاجين ان اي حد مش فاتح الموبايل ما يقدرش يبقى ليه اكسس اصلا على المكان بتاع النوتيفيكيشنز، ما يقدرش اصلا يخش يقفل الواي فاي او يخش يعمل الايروبلان مود، ما يقدرش يعمل اي حاجه من دول والموبايل مقفول. وده عن طريق اوبشن هنشغله، هنخلي ان طول ما الموبايل مقفول مفيش حد يقدر ينزل الشريط بتاع الاشارات اللي من فوق، محدش يقدر يقفل الواي فاي، محدش يقدر يقفل الداتا، محدش يقدر يشغل وضع الطيران. الفكره في الاوبشن دوت اللي هو مستخبي شويه وفي كل موبايل بنوع ليه اسم مختلف، ولكن برغم المسمى بتاعه الا ان انت في كل الموبايلات هتلاقوه جوه الاعدادات بتاعه النوتيفيكيشنز، جوه الاختيارات بتاعه اللوك سكرين اللي جوه الاعدادات بتاعه النوتيفيكيشنز. هتلاقوا ليها اسماء مختلفه ولكن كلهم بيعملوا نفس الوظيفه، اللي هو ما يسمحش الموبايل بتاعك اللي هو ينزل الشريط بتاع الاشعارات وانت قافل الموبايل بتاعك. كل موبايل فعليا ليها مسمى غير التاني، ولكن دايما هتلاقيها تحت السيتنجز بتاعه النوتيفيكيشن اند ستاتس بار او النوتيفيكيشنز اند لوك سكرين بار. هتلاقوها تحت الاختيار بتاع النوتيفيكيشنز عامه. فانت خش على السيتنجز دور على الاختيار دوت وفعله، هو موجود على كل الموبايلات. ولما تفعله بكده اي حد قافل الموبايل مش هيقدر اصلا يتحكم في اللي هو يقفل الداتا بتاعتك او يعمل ايروبلان مود. الحاجه الثالثه الحرامي هيحاول يعملها هو ان يقفل الموبايل بتاعك. ورغم ان في موبايلات بتطلب ان انت تدخل الباسورد قبل ما تقفل الموبايل، الا ان في موبايلات تانية كتير ما بتقدرش تعمل دوت. عشان كده هنستعين بابلكيشن من البلاي ستور اسمه لوك سكرين بروتكتور. وقبل اي حاجه دوت مش اعلان ولا يعني دعايه للابلكيشن ولا اي حاجه، ولا اصلا هم يعرفوا ان انا بعمل فيديو عنهم. فحتى ما كنتش عايز احط لكم اللينكات في الديسكربشن، بس هحطها لكم عشان اسهل عليكم الدنيا. بس هو موجود على البلاي ستور عادي جدا، بتخش عليه بتنزله بتديله كل الصلاحيات اللي هو محتاجها، بتفعل الاوبشن بتاع بلوك باور اوف منيو. وبكده وانت قافل الموبايل بتاعك مش هتقدر تعمل باور اوف. كل ما تيجي تعمل باور اوف كده هتلاقي ان الشاشه طفت لوحدها، فمفيش اي حد هيعرف يقفل الموبايل بتاعك طول ما هو مقفول. وبكده الحرامي لما يسرق الموبايل ولا هيعرف يقفل الموبايل بتاعك ولا هيعرف يقفل الداتا بتاعتك. واحنا عامه عايزين الموبايل بتاعك يبقى مفتوح لاطول فتره ممكنه. هنعرف قدام ليه، لان دوت اللي هيخلينا نعرف نجيب الموبايل تاني اللي هو ما يتقفلش. وطول ما الحرامي مش عارف يقفل موبايلك
انت تقدر تجيب موبايلك. نخش بقى على الجزء اللي انا متحمس له، اللي هيخليك تجيب صوره الحرامي وهو بيسرق الموبايل بتاعك. لكن قبل ما نخش على الجزء دوت تنساش تعمل لايك لو انت لغايه دلوقتي لسه مش عامل لايك للفيديو، وتعمل سبسكرايب في القناه، فيديو جديد كل يوم جمعه. برضو انستجرام وتيك توك هتلاقوا اللينكات تحت، خشوا ظبطونا، بننزل فيديوهات كتير جدا في الاسبوع على انستجرام وعلى تيك توك شبه ديت ومختلفه كمان. هنستعين بابلكيشن تاني من البلاي ستور، وهو ابلكيشن برضو موثوق فيه، ما فيهوش اي حاجه، ما تنزلوش اي ابلكيشن من على النت، نزلوه بس من على البلاي ستور او من مكان معتمد عشان تضمنوا ان الابلكيشن دوت ما فيهوش اي حاجه. وتاني دوت مش اعلان لاي ابلكيشن في الفيديو دوت. التطبيق دوت عامه فيه مميزات تانية غير اللي احنا هنتكلم عليها، ولكن كمان هو فيه اشتراك شهري بتشتركوا عشان تاخد الفيتشرز كلها. لكن احنا مالناش دعوه بكل الحاجات اللي موجوده في التطبيق دوت، احنا هنروح على اختيار اسمه فيك شات داون. تاني هندي كل صلاحيات الموبايل هيكون محتاجها، والاوبشن ده بقى روش قوي. فيك شات داون دوت بيعمل لك ايه؟ بيطلع لك شاشه وهميه لما يكون حد بيحاول يقفل الموبايل، والشاشه الوهميه ديت بتهيئ له اللي هو قفل الموبايل. بمجرد ما يدوس على الزرار اللي هو عايز يقفل الموبايل بيدي الفايبريشن كده وكانه قفل، ولكن في الحقيقه هو ما قفلش. هو صور صوره للشخص وسجل المكان اللي الموبايل دوت موجود فيه، وبيبعتها لك على رقم انت بتكون مسجله على الابلكيشن بلينك فيه صوره الشخص اللي حاول يقفل الموبايل والمكان بتاعه. طب ليه الميزه دي جامده قوي؟ اللي احنا في الاوبشن اللي فات خلينا اللي احنا لما نيجي ندوس على الزرار بتاع الباور الموبايل ما يطلعلكش زرار الباور الاصلي، فبالتالي دلوقتي الموبايل بيعمل لك حاجتين. لما تيجي تدوس على الزرار بتاع الباور عشان تقفل الموبايل، الاوبشن اللي فات هيخلي الزرار بتاع الباور الاصلي ما يطلعلهوش، والاوبشن ده هيخلي فيه زرار فيك بيطلع له بدل الزرار الاصلي، فبالتالي حرامي مش هيحس ان في حاجه غريبه في الموبايل، هيبقى هو فعلا داس على الزرار بتاع الباور ففي شاشه طلعت له وكأن الموبايل فعلا خلاص هيقفل، او انت عايز تقفل الموبايل. هيجرب يقفله، الموبايل هيدي فايبريشن والشاشه هتقفل وكأن الموبايل فعليا قفل، ولكن هو ما قفلش. وفي الحاله ديت هيكون خلاص الحرامي دوت اتصور، والصوره واللوكيشن اتبعتوا لك خلاص على الرقم التاني اللي انت حاطه، فانت بقيت عارف شكل الحرامي والمكان اللي بيحاول يقفل فيه الموبايل. وده هيساعدك جدا لو انت هتروح تجيب موبايلك، او حتى لو رحت بلغت بالاسم، ده هيسهل لك جدا ان دلوقتي معاك صوره الشخص اللي سرق موبايلك. يجي حد مركز معايا ومعاه ورقه وقلم وعمال يكتب اللي انا بقوله كله عشان يحمي موبايله، يا جوز انت ليه كل هدفك اللي انت تخلي الحرامي ما يعرفش يقفل الموبايل؟ اقول لك شكرا انك مركز. اول حاجه. تاني حاجه اللي احنا كل الخطوات اللي فاتت ديت بنحاول نمهد للخطوه الخامسه، وهي فايند ماي ديفايس، وده اوبشن موجود في كل الموبايلات. هتخش على سيتنجز وتكتب في السيرش فايند ماي ديفايس وتتاكد ان الاوبشن دوت مفتوح. وانس ان الاوبشن دوت مفتوح واي حد اخد موبايلك، انت تقدر تخش على اي متصفح على النت على فايند ماي ديفايس وتخش وتسجل بالايميل بتاعك. هيجيب لك المكان بتاع الموبايل بتاعك، هيجيب لك النسبه بتاعه البطاريه، هيجيب لك كذا اوبشن زي اللي انت ترن على الموبايل بتاعك، او تطلع رساله بالكبير على الشاشه بتاعه الموبايل بتاعك، او ثالث حاجه واهم حاجه اللي انت تمسح كل البيانات اللي على الموبايل بتاعك في حاله ان انت خلاص فقدت الامل اللي انت مش عارف تجيب الموبايل، بس انت خايف على البيانات بتاعتك، فانت ممكن تمسح كل البيانات. الاوبشنز ديت كلها انت بتقدر تحصل عليها لو الموبايل بتاعك مفتوح وفي نت متوصل بالموبايل بتاعك. عشان كده دايما حاول تخلي الداتا بتاعتك مفتوحه وانت بره البيت في الموبايل، عشان لو الموبايل دلوقتي اتسرق بره البيت الحرامي مش هيبقى عارف يقفل النت اللي على الموبايل، هيبقى فاكر اللي هو قفل الموبايل لكن في الحقيقه هو ما قفلهوش، واحنا معانا صوره اصلا للحرامي. وكده احنا نقدر نوصل لاطول فتره زمنيه الموبايل بتاعك مفتوح فيها ومتوصل بالنت، وانت تقدر توصل للموبايل بتاعك خلال الفتره الزمنيه ديت. وصدقني في حياه اللي انت موبايلك اتسرق انت مش هتكون محتاج حظ ولا سرعه بديهه، انت هتكون محتاج وقت. اكتر حاجه هتكون محتاجها الوقت. انا فعليا متخيل رده فعل الحرامي اللي هيقع نصيبه في الموبايل دوت وهيسرقه، فعليا هيطلع عينه وهيكره اليوم اللي سرق فيه الموبايل دوت. واصلا صعب جدا ان الحرامي يكتشف الحاجات ديت كلها، لان بنسبه كبيره الحرامي بيبقى خايف، بيبقى متوتر، بيبقى مش بيفهم في الموبايلات اصلا، الا بقى لو اللي سرقك يعني مهندس كمبيوتر ولا حاجه. وهو عامه لو في حد سرق الموبايل واكتشف الحاجات ديت كلها وعارف يجيب ثغرات عشان يعدي منها، فهو يستاهل الموبايل عامه. خلاص يعني الراجل تعب حياته كلها واتعلم وعارف يفك الحاجات ديت كلها، فيعني يستاهل الموبايل. خلاص هو كده يعني تعب في الحياه وده نصيبه. الميزه السادسه اللي معانا لطيفه جدا، اللي هي مالهاش علاقه بالموبايل بتاعك. انت هتخش على الجوجل مابس بتاعك وهتدوس على الصوره بتاعتك، هتروح على لوكيشن شيرنج وهتعمل شير للوكيشن بتاعك لاي ايميل انت واثق فيه، وتاكد انك تفعل الاختيار بتاع until you turn this off. وبكده انت بعت اللوكيشن بتاع موبايلك لايميل انت واثق فيه، ليتس سي مثلا باباك، مامتك، اختك، جوزك. طول ما انت فاتح النت هو يقدر يشوف اللوكيشن بتاعك. وحلاوه الميزه ديت في بسيطها، فمثلا لو انت بنت
بنت، او مثلا لو انت عايز تحمي موبايل مراتك من السرقه او كده، انت ممكن تحط عندها الميزه ديت. فبنسبه كبيره لما موبايلها يتسرق انت هتفتح جوجل مابس عندك هتلاقي اللوكيشن بتاعها باين، هتروح عليه على طول. مش هيبقى فيه بقى تعقيد في الموضوع اللي هي تفتح مثلا من براوزر او هي تبلغك بالمكان وانت تروح يكون شخص راح حته تانية. لا، انت اللوكيشن معاك لايف على الموبايل طول ما الموبايل بتاعها فيه نت. فحلاوه الميزه الثابته ديت في البساطه بتاعتها ان الموضوع بسيط جدا، انت بتعمل شير اللوكيشن بتاعك لحد مدى الحياه، فهو على طول عارف انت موجود فين او الموبايل بتاعك موجود فين. فلو حصلت سرقه انت مش هتبقى محتاج تعمل اي خطوه غير انك تكلم الشخص دوت، الو موبايلي اتسرق، هو يشوف اللوكيشن بتاعه فين على طول من غير اي تعقيد. سابع ميزه والاخيره هتنفعنا جدا لو انت رحت تعمل شكوى او تعمل محضر في اي اسم، وهو الرقم بتاع IMEI. الرقم دوت بيبقى شبه السيريال نمبر بتاع الموبايل بتاعك، ولكن هو مش سيريال نمبر، دوت بيبقى رقم موجود اجباري في كل الموبايلات اللي في العالم. اي جهاز في الدنيا تابلت او موبايل بتحط له شريحه لازم اجباري يكون فيه رقم IMEI، والرقم دوت مربوط بالشريحه او بالمدخل بتاع الشريحه بتاعتك. فلو انت موبايلك فيه شريحه واحده هيبقى عندك رقم واحد، في شريحتين هيبقى ليك رقمين IMEI. الرقم دوت وظيفته انك لما تروح تبلغ في الاسم ان موبايلك اتسرق بس هيروحوا يدوروا في المكان اللي اتسرق فيه، لكن لو انت معاك الرقم دوت الاسم بيبدا يبعت الرقم بتاع IMEI دوت لوزاره الاتصال، ووزاره الاتصال تبقى عارفه ان الرقم دوت ليه علاقه بموبايل مسروق. فبالتالي اول ما اي خط جديد يركب في الموبايل بيسمع عندهم على طول بالرقم بتاع IMEI ان الموبايل اللي كان مسروق اللي بالرقم الفلاني في حد حط فيه خط، وانس ان حد حط فيه خط يبقى وزاره الاتصال تقدر تعرف مكانه فتبعت مكانه للاسم او للشرطه، والشرطه هي اللي تروح تجيب لك الموبايل. فده بيسهل جدا عمليه ان موبايلك يرجع تاني لما يكون معاك الرقم بتاع IMEI. مشكله الرقم دوت ان لما موبايلك يتسرق انت مش هتعرف تجيبه الا لما يكون معاك البوكس بتاع الموبايل. الرقم دوت هتلاقيه مكتوب في الصندوق بتاع الموبايل بتاعك لو انت لسه محتفظ بيه. لو انت من النوع اللي بيرمي الصندوق فانت ممكن تتصل بكود نجمه شباك 06 شباك، هيطلع لك الكود بتاعك او الكودين. لو انت موبايلك فيه خطين لازم تعمل سيف للارقام ديت في حته بره الموبايل بتاعك، بحيث ان انت لما الموبايل بتاعك يتسرق وتروح مثلا تعمل بلاغ او تعمل المحضر يبقى معاك الارقام بتاعتك اللي هي IMEI. فانت كده بالتالي بتسهل على الشرطه وعلى وزاره الاتصال اللي هم يجيبوا لك موبايلك لما حد يحط فيه خط. نقطه مهمه جدا وناس كتير مش بتبقى مهتميه بيها وبتبقى رمت مثلا الصندوق بتاع موبايلها وبيعرفها بعد ما موبايله بيضيع، لكن للاسف ما بيقدرش يجيب الرقم دوت لان هو مش محتفظ بيه. انا حاسس احنا المفروض نسمي الفيديو دوت ازاي تندم الحرامي اللي هو سرق موبايلك. فعليا جبنا صورته وخليناه مش عارف يقفل الموبايل ولا عارف يطلع الخط ولا عارف يستفيد منه، فعليا مش عارف يعمل اي حاجه في الموبايل اللي معاه. وبس كده، دول كانوا 7 طرق تحمي بيهم موبايلك من السرقه. اتمنى تكونوا فعلا في طرق ما كنتوش عارفينها. لو في حاجه من دول كنتوا عارفينها اكتبوا لي في الكومنتات، لو في طريقه جديده او مختلفه برضه اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. متنساش تعمل لايك للفيديو، اكتب في الكومنتات ايه رايك، واعمل شير للفيديو مع صحابك او عيلتك او على جروب العيله جروب صحابك عشان يعرفوا ازاي يحموا موبايلهم بالسرقه. دي حاجه مهمه جدا والواحد مش بيعرف قيمتها غير لما موبايله يتسرق. شكرا عشان شفتوا الفيديو مره تاني، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في فيديو جديد. سلام.